السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم سلطة بطريقة سهلة وسريعة جدا وبكل المكونات بتاعتها. هبدأ اجيب المكنة دي وهقطع الخيار 4 تربع وهحطها في المكنة وادوس عليها، هتنزل بشكل مربع زي ما انتوا شايفينها كده وصغيرة. بعد ما هاخد الخيار هبدأ اعمل الجزر، برضو هقطعه حجم اصغر علشان اعرف اعمله في المكنة، وهدوس عليه بعدين هيبدأ ينزل بشكل اصغر بمربعات بشكل صغير. زي ما انتوا شايفين لازم ادوس على المكنة جامد علشان تتقطع صغير. بعد ما خلصت الجزر وقطعته بطريقة صغيرة زي ما انتوا شايفين، هعمل كمان الطماطم، بس خدوا بالكوا ان الطماطم هي بتبقى طرية، فخدوا بالكوا ان هي ما تتهريش منكوا، تمام؟ وبرضه هقطعها صغير علشان هقطع كل طماطمية 4 تربع كده علشان تنزل كويسة وبحجم كويس. بعد ما قطعت الطماطم هبدأ اعمل كمان الفلفل، برضه هقطعه صغير علشان اعرف احطه في المكنة. وخدوا بالكوا عادي لو حطيت كم كبير، يعني حطيت كذا واحدة فوق بعض عادي بيقطعها كويس برضه. بس انا كده عملت فلفل الوان وفلفل رومي، وكده خلصت الفلفل. هاخدهم برضو احطه في نفس الطبق، وبعدين هعمل البنجر اخر حاجة. ممكن حد يحط كمان بصل، بس انا ما بحبش احط البصل غير في السلطة بتاعة السمك يعني. بس بعد ما حطيت البنجر حطيت عليها ليمون وخل، وممكن حد يحط كمان خل تفاح بتبقى حلوة. وطبعا الملح انا بحب اسيبها كده لان الطماطم كده كده بيبقى فيها ملح فبتظبط الدنيا. لو حد حابب يحط حبة ملح ممكن يحط حبة ملح.